بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. خاطرتنا 11 من خواطر الشيخ ابن الجوزي رحمه الله، بعنوان بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة. قال الشيخ: تأملت التحاسد بين العلماء فرأيت منشأه من حب الدنيا، فإن علماء الآخرة يتوادون ولا يتحاسدون، كما قال عز وجل: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد كان أبو الدرداء يدعو كل ليلة لجماعة من إخوانه. وقال الإمام أحمد بن حنبل لولد الشافعي: أبوك من 6 الذين أدعو لهم كل ليلة وقت السحر. والأمر الفارق بين الفئتين أن علماء الدنيا ينظرون إلى الرياسة فيها ويحبون كثرة الجمع والثناء، وعلماء الآخرة بمعزل من إيثار ذلك، وقد كانوا يتخوفونه ويرحمون من بلي به. وكان النخعي لا يستند إلى سارية. وقال علقمة: أكره أن يوطأ عقبي، ويقال هذا علقمة. وكان بعضهم إذا جلس إليه أكثر من 4 قام عنهم، وكانوا يتدافعون الفتوى ويحبون الخمول. مثل القوم كمثل راكب البحر وقد خب، فعنده شغل إلى أن يوقن بالنجاة، وإنما كان بعضهم يدعو لبعض ويستفيد منه، لأنهم ركب تصاحبوا فتوادوا، فالأيام والليالي مراحلهم إلى سفر الجنة.